يواصل المدرب الإسباني بيب غوارديولا خرجاته الغريبة تجاه النجم الدولي الجزائري رياض محرز، حيث لم يلعب محرز أي دقيقة مع السيتي منذ بريستول سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية في 28 من شهر فبراير الماضي، ولعب السيتي بعدها مباراتين أمام كل من نيوكاسل وكريستال بالاس، إلا أن قائد الخضر بقي على كرسي الاحتياط في كلتا المباراتين، وهو الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام، خاصة وأن لاعبين مثل برناردو سيلفا وجاك غريليتش لم يقدما ما يشفع لهما للمشاركة على حساب قائد الخضر. وتعقدت وضعية قائد الخضر في فريق مانشستر سيتي بعدما أصبح خيارا ثانويا للمدرب بيب غوارديولا منذ عودة فيل فودين إلى مستواه، حيث أصبح غوارديولا يفضل إشراكه في منصب الجناح الأيمن. جدير بالذكر أن محرز قد تألق بشكل لافت مع السيتي، وتحديدا منذ نهاية بطولة كأس العالم، ليجد نفسه يعود إلى نقطة الصفر بسبب تهميش المدرب بيب غوارديولا له.